السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية كده طبعا كلكم عرفتوا امبارح، يمكن كنت فرضت امبارح مع الأستاذ أحمد الشريف بخبر إيهاب جلال، رغم إن كل الناس كانت بتنفي هذا الكلام. إيهاب جلال جه مع جهاز فني بالكامل. طبعا كابتن حمد وكابتن مصطفى كمال، وفي وجود طبعا كابتن أيمن حافظ، ووجود أيضا كابتن طبعا الكبير كابتن نبيل محمود بعد اعتذار كابتن معتمد كمال. كلهم ناس محترمين. كابتن ايهاب جلال على مدار سنتين ثلاثة اثبت ان هو مدرب كويس جدا. كابتن ايهاب جلال انا اعرفه من زمان جدا جدا جدا، من ايام ما كنا في المدرسة. كان لعيب كبير جدا. التدريب بالنسبة له موهبة وعلم. هو شخصية محترمة جدا، ابن ناس متربي. يعني اعتقد لو توفر له البيئة المناسبة للنجاح هينجح. وانا بقول لجمهور نادي الزمالك، اتمنى ان يعني تقفوا ورا ايهاب جلال وجهازه الفني بالكامل. يختلف يتفق البعض، اصل مصطفى كمان كان بيلعب في الاهلي، اصل ايمن حافظ، انا كان عندي تحفظ على موضوع ايمن حافظ. في النهايه يا جماعه كل دول يعني دربوا ضد النادي الاهلي ايضا، يعني ولعبوا ماتشات ضد النادي الاهلي، سواء في فرق اخرى زي المقاصه، زي فرق اخرى كتيره يعني. وبالتالي انا شايف دلوقتي ان دور كما يقال ولاد النادي او دور ابناء نادي الزمالك ان هم يتمنوا نجاح لايهاب جلال، لان نجاح ايهاب جلال هو نجاح لنادي الزمالك. اتمنى من الجميع ان هم يكونوا ورا ايهاب جلال. ايهاب جلال ما عندوش عصا سحريه في ثانيه كل حاجه هتتغير. ايهاب جلال اتغلب ماتشات وتعادل ماتشات. ايهاب جلال مع امبي اتغلب من الاهلي 4 مثلا 4-1، وعملوا كده ماتشات كويسه. فمفيش عصا سحريه، هو محتاج وقت. قد يكون ليه دور في بعض الانتقالات الشتويه اللي تحصل الايام اللي جايه دي لنادي الزمالك، لاعب او لاعبين. قد يكون هناك لاعبين كانوا غير مقنعين لنيبوشا، هو ليه رؤية مختلفة. وبالتالي مع احترامي لكل اللي بيقولوا ان هم ضد ايهاب جلال، انا شخصيا ماليش اي اطماع داخل نادي الزمالك. يعني طمعي الوحيد ان ربنا يوفق نادي الزمالك ويفرح جمهور الزمالك، ويفرح يعني يفرحونا بعودة البطولات مرة أخرى والانتصارات مرة أخرى والأداء الحلو مرة أخرى. يعني رسالتي لجمهور نادي الزمالك ورسالتي لكل اللي موجود على السوشيال ميديا، أتمنى أن نكون كل الصفحات وكل الكتابات داعمة للكابتن ايهاب جلال في مشواره اللي جاي باذن الله. وده اللي بنتمناه كلنا، ان احنا نكون ورا اي جهاز فني يجي يكون هدفه مصلحه نادي الزمالك، ويكون قدم شيء قبل كده على اساسه جه مديرا فنيا لنادي الزمالك. ايهاب جلال ما جاش من الهوا. ايهاب جلال اكتر من سنه بنقول ان هو افضل مدير فني في مصر. يمكن لم يتعرض لضغوط. اتمنى ان شاء الله ان هو يكون قادر على استحمال الضغوط اللي هيلقاها في نادي الزمالك، هذا النادي الكبير. خصوصا ان هو بيتقاضى اجر لم يتقاضى في حياته في نادي الزمالك، وبالتالي نادي الزمالك وفر له الاجر الكبير جدا جدا جدا، واعلى اجر في تاريخه كمدير فني، اضعاف اللي كان بياخدهم في الانديه الاخرى. وبالتالي لابد ان هو يتحمل الضغوط ويكون قادر على قياده نادي في حجم وقيمه نادي الزمالك بجماهيريته العريضه والكبيره. مره واثنين وثلاثه، خليكم في ظهر ايهاب جلال، واتمنى ان يكون الهاشتاج ده خليكم في ظهر ايهاب جلال. اشكركم، باي باي.